ووقتها في الخارج بيخلص الفريق على كل حراس التنين، وبيكلم تابع القائد وعارف ان هم يرسلوا رجال للقبض على المعلمة جوهان. بيقوله القائد عرف اللورد جين تم تطهير الغابة بالكامل، وأول ما يخرج لوفان هدمره هو وشركائه دفعة واحدة. ولكن بيقول له الشخص مفيش داعي، أنا هنا بالفعل لوفان، أنا اللي هقتلك بنفسي. بيقدم الفارس احترامه للورد جين، فبيكلمه اللورد جين خلال الحادثة وكانها من فعل طائفة عابدين الحكام التنين اللي يجب أن تعرف إننا وراء ذلك. بننتقل بعدها لمكتب النائب تشاو واللي بيكون بيرن على النقابة اللي في الغابة، وبيستغرب انه مش قادر يوصل للنقابة، فبيرن على إدارة الدفاع عن الحدود وبيسأل وكالة المعلمة جوهان لسه في معسكر رمال الموت. بيرد عليه الموظف وبيتفاجئ النائب تشاو ان هم تعرضوا للهجوم من طائفة الحكام، فبيسأله لو كان متأكد من ذلك. بيقول له الموظف أكيد، وأرسلنا طاية شي إشعار أيضا. وفي آخر 6 شهور جماعة عابدين الحكام مستمر في الهجوم على معسكرات بمختلف البلاد، ومعسكر التنين محدش نجا منه. بينصدم النائب تشاو ومش فاهم هو ازاي ده حصل، فبيطمنه الجندي وبيعرفوا ان إدارة الدفاع بتحقق في الخبر. وبننتقل بعدها لقصر جين، ووقتها المسؤول جين قاعد على مكتبه وبيسخر من اجراءات التنين، عايزين يحققوا في الامر. هم مش واثقين في طاقة شو ولا ايه؟ عرف التنين ان غابة العظام بعيدة جدا، وحتى لو رسلوا الخالدين فياخدوا 10 ايام للوصول هناك او اكثر. يلا في الخط. بتخش عليه الموظفة وهي متوترة وبتعرف ان التنين بعتوا رسالتين. بيرد عليها المسؤول جين وايه يعني لو بعتوا رسائل، ولكن بتعرفوا ان هو مش الشيخ خان والعجوز تو. بيتفاجئ المسؤول جين وبياخد الرسائل وبيسألهم هم عايزين ايه. بتقول الموظفة ان الشيخ بيتمهم بالاهمال في التحقيق، وعشان يعرفوا الحقيقة قرروا يبعتوا العجوز تو لتولي القضية، والعجوز تو تم ارساله بالفعل مع الفرقة. وبيعرفوا ان لو حصل اي صراع فبيتمنى منطقة شي انها تتفهم الموقف. بيتفاجئ المسؤول جين من ردهم وبيتعصب جدا، ومع انها مجرد كلمات ولكنها قوية جدا، وقصدهم بالكلام ده ان هم لو فكروا يوقفوهم فهيبدوا الحرب فورا. بتقوله الموظفة ولكن يا مسؤول جين فرقة الصقور مش شيء يمكن التعامل معاه. بيقولها المسؤول جين ان هم لازم ما يعاكوش اللورد جين، وبيقولها انها تكلم قائد فرقة قاتل الحكام عشان يوصل رسالة للبطل الحرس الوطني، وبعدها بعتهم الحوض عشان يوقف فرقة الصقور. وطالما اننا نقتل لوفان في الوقت المناسب مش هيكون في اي دليل، وعندها يفكروا ان ده من فعل طائفة العابدين لا يجب حدوث اي خطأ في القضاء على لوفان. في الوقت ده بيغادر لوفان العالم السري واللي بيكونوا سعيدين من المكافآت اللي حصلوا عليها، ولكن بيتفاجئوا بالكثير من الناس الميتة قدامهم. بتشوف جان بينج جثة وبتكلم لوفان، وبتعرفوا ان حالتهم هي نفسها حالة تشارلز لما هزمته، حد يستهلك قوة حياتهم. معقولة يكونوا طائفة العابدين؟ ولكن بيقولها لوفان لا مش هما اكيد، لان مفيش اي قوة ملكية حواليهم، ولكن اشعر بطاقة شبيهة لقوة سونج جين. بتستغرب جيان وبتقوله بس سونج بالفعل ميت. وهنا بيظهر والد سونج وبيكلمه انت ذكي يا فتى، ولكن هذه المرة ذكاك مش هينقذك. بيفعل لوفان الكشف عليه وبيعرف ان فئته هي سيد الهاوية، وبيحذر بعدها جين انها متهورش لانه في المستوى 97 ولديه هالة الهاوية زي سيونج. بيتكلموا بعدها تشينو وبتعرفوا ان والدها يعرفه وهو البطل الواصل لأم التايت شي جين زاي كي. بيتفاجئ لوفان قصدك ان سيونج هو ابنه، ووقتها بيكلم السكير بارك لورد جين. فكرت ان هو هيكون شخص قوي ولكنه في النهاية مجرد فتى، وده هو قديس السيف في المستوى ال 95. فبترد عليه بنته وبتقول لا تكن مهملا، يمكن يكون مستواه ضعيف ولكنه هزم بالفعل صديقنا القديم، ودي هي العجوزة البيضاء ليه. وفجأة بيحصل هزة في المكان وبيكلمها شخص شياطين 9 عوالم، وماذا في ذلك؟ لو قتلناه في السابق فهنقتله تاني. وسمعت ان لديه تنين حقيقي وفاسل قتالي متشوق لدمه، وده هو تشون هون في المستوى 96، والفاس اللي معه هو فاس دم الجحيم. وفجأة بيظهر رعد في المكان واللي بيكون ساحر الرعد. بيتفاجئ الفريق من تجمع الأبطال الخمسة لتايتشي هنا، وبيسألوا لوفان يعملوا ايه في هذا الموقف. بيتعصب لوفان من فعاليتهم وبيقرر يدفعهم الثمن غالي. وبيخرج بعدها شاو فاي وبيكلمهم وبيقول لهم يلا يا أبطال اقتلوني ولا هدفنكم هنا، ولكن بتحذروا العم هان من قوتهم. بيكلم لوفان جيان وتشين وبيعرفوا ان مهمتهم هي حماية عمته. وهنا بيهجم هون ولكن بيتفاداها لوفان، فبتهجم عليه المحاربة ليه والعجوز جين. فبيكلم لوفان شاو فاي وبيعرف انها تستعد وبتفعل الحاجز الابدي اللي بيسدوا كل الضربات اللي حواليه. وده بيفاجئ الابطال الخمسة. بيقول لهم لوفان بكل غضب لو اردتم القضاء على حد فهاجمني
ازاي تجرؤتم على القضاء على شعب التنين؟ هندمكم على ذلك. ولكن بيهجم الساكر وبيقول له يا فتى انت على وشك الموت، وبيهجم بكل قوته عليه، ولكنه بيعجز عن اختراق الحاجز. فبيهجم هنا عليه بالفأس وبيقول على اللوفان ان هو مجرد جبان يختفي في صدفه. ولكن بيوقفوا متين الطعم المقدس. بيرد عليه بعدها لوفان انت قلت اني جبان؟ جيان تراجع واحمل العامة. وبيفعل بابا المقدسة وبيخرج الشياطين التسعة وده بيظلم الجميع. ولكن بيقول له جين وماذا إذن؟ زي ما دمرناهم في السابق هنعملها تاني. بيفعل تاني الزمرد المرآة وبيكلمهم بعدها لوفان لما نشوف ازاي هتدمرهم هذه المرة. وبيظهر بعدها أكثر من نسخة لكل شيطان وده بيصدمهم جدا. فبيحاول جين يهديهم ويعرفهم إن هما مجرد نسخ فقط. وبيهجم على واحد وبيدمره وبيقول له شفتم إنها مجرد خدعة. وبيلاحظ وقتها الساحر لوفان وهو واقف وحواليه هالة غريبة هو ناوي عليه يا ترى. فبيكلم الآخرين عشان يحذروا. فبيقول لهم لوفان وأخيرا لاحظت كنت مستني هذه المرة أشحنها بالكامل ودلوقتي انتهى أمركم. وبيتحول لتنين ضخم ولكل مصدوم اللي هما شايفينه. ووقتها الآخرين بيدعوا على لورد جين واللي بيكون متحاصين مع الشياطين. ووقتها بيتفاعل شاو فاي سلالة التنين وده بيرفع قوتهم بصورة كبيرة. ويصير جين مرعوب من هذه القوة الساحقة. بيهجم لوفان عليه بقوة ساحقة وبيقطعه نصين. والعجوز جين مصدوم ان هو خسر. لوفان هو ليه بهذه القوة؟ اذا هي دي قوة سيد التنانين. وقتها بيدمر لوفان في بطل ورا التاني. وبيكلم العجوز جين لوفان انا قلت منك حقا. بيقوله لوفان مجال التنين متفاعل بالفعل يعني هتموت زي اي شخص هنا. فبيقوله جين اقتلني بس يلا اقتلني بسرعة. بيقوله لوفان هو انت مش فاكر اللي قلته؟ طايت شي مش هتتوقف عن مهاجمتي. بيتفاجئ جين وبيقوله بكل صدمة انت هتعمل ايه؟ بيقوله لوفان وهو بيستعد القضاء عليه هخليك تشاهد وانا بدمر كل جندي في تايت شي وبيقتله. والفريق مصدوم ان لوفان قتل الابطال الخمسة. ولكن بيقول لهم لوفان ومين اللي قال ان هم ماتوا؟ بتتفاجئ تشين وبتقوله انت قصدك انك ايوه يا صديقي. بيستعمل التنين المقدس قوته وبيحولهم لدمى. بيرد عليها لوفان بعد ما قتلوا الكثير من الوطني ازاي اخلوهم يموتوا بهذه السهولة. وبعد فترة بيظهر فيلا قاتل الحكام وبيتفاجئ الابطال الخمسة هنا. فبيقدم احترامه للابطال الخمسة وبيعرفوا ان هم التنين عرفوا ان البابا اتدمرت وارسل الشيخ خان العجوز طول الحدود. ولكن الابطال الخمسة مش بيرد عليه. بيتفاجئ القائد من عدم رده وبيفكر ان هو اتاخر واكيد قضى على لوفان. بيظهر بعدها لوفان وبيكلمه ومين اللي اعطاك الجرأة انك تهاجم امة التنين؟ بيتفاجئ القائد ان هو لسه عايش ولسه هيمر جماعته بالهجوم بيهجم الرمى عليه وده بيصدمه. بيندفع بعدها الجنود اللي عند القائد عشان يطمنوا عليه ولكن بيقتلهم لورد جين كلهم. والقائد مش فاهم ليه اللورد عمل كده. بيرد عليه لوفان وبيعرف ان هم اصبحوا دمى. بيتعصب القائد وبيهجم عليه. فبيندفع البطل هون وبيثبته في الارض وبيرفعوا بعدها لورد جين وبيستجوبوا لوفان. ولكن بينكر في الاول ان هو مش عارف اي حاجه. ولكن بعد فتره من الضرب بيعترف بكل شيء. بيتفاجئ الفريق ان هم عشان يقتلوا لوفان ارسلوا فلاكين مع النخبه وما دام مفيش علامات جوهان فاكيد هربت. فبتسأل العم هنا عن هدفه التالي وهم دمروا النقل الفضائي بالفعل والمسافه من هنا الاف الاميال. بيقولها لوفان النقل العشوائي لا يمكن يتجاوز المنطقه الحاليه وده سهل على فيلا قاتل الحكام ايجادها. بيكلموا بعدها القائد قلت لك كل اللي انا عارفه سيبني بقى. فبيقتلوا اللورد جين وبيكلموا بعدها لوفان انا ما قلتش اني هسيبك عايش. بننتقل بعدها لمكان فيلا قاتل الحكام في مركز القيادة. ووقتها بيكلم القائد تابعه وبيعرفوا ان هم التنين هياخدوا وقت للقدوم لهنا ولكن هيكون وقتها لورد جين قتل لوفان بالفعل. اكيد يعني الابطال الخمسه يمكنهم القضاء على مجرد فتى. وهنا بيظهر اللورد جين وبيتفاجئ الجميع من ظهوره المفاجئ ولكن بيطمنوا لما يعرفوا ان هو اللورد جين. وبيعرفوا القائد ان القائد ليه ذهب لعنده عشان يوصل رساله هو انت محتاج لاي شيء. وهنا بيخترق جسمه وبيدمره وده بيخلي الجميع مرعوب وبيهربوا بسرعة للخارج. واللورد جين بيقتل فيهم ولكن بيوصل البعض للخارج. وهنا الصدمة بيلاقوا شياطين تسعة في الخارج وده بيعرفوا ان محكوم عليهم بالموت. فبيهجم عليهم اللورد جين وبيقتلهم. بننتقل بعدها لمدينة جين. وقتها المسؤول جين بيحاول يكلم مركز القيادة ولكن مفيش أي رد. فبيحاول تاني وبيرد عليه المرة دي جندي. فبيقولوا للمسؤول جين انهم ياخدوا الفيلق ويقابلوا القائد ليه ويخليه يكلم المسؤول جين. ولكن بيقولوا للجندي ان في اخبار سيئة وبينقطع الخط بعدها قبل ما يعرفوا اللي حصل. بيتوتر المسؤول جين من الموقف وبيقرر يبعت حد عشان يعرف اللي حصل. بتخش عليه السكرتيرة وتعرفوا ان في اخبار سيئة. فيلق ملك الحرب فشل في ايقاف فيلق التنين والعجوز عايز يخترقهم ويخش غابة العظام.
وفي نفس الوقت بيستعد فلك ملك الحرب للهجوم على فلك العجوز تو، فبيكلموا العجوز شين تو وبيقولوا يبعدوا عن طريقه، فبيرد عليه قائد الفيلق الإقليم ينتمي لتايت شي، غير كده ممنوع العبور ومن غير تصريح محدش يمكن العبور، فبيعرفوا يتابعوا انها فرقة الصقور، ولو وقفناهم فهنعاني من خسائر كثيرة. بيقولوا القائد سمعت انهم اقوياء جدا، ولو اسقطناهم ساعتها فلك الابادة هيكون الافضل بين الفلك الثلاثة الرئيسية. وبيكلم بعدها الجميع وبيقول لهم استعدوا للمعركة، وفي اللحظة اللي هيتحركوا فيها هجموا، ووقتها بيحاول قائد الصقور يتفاهم معاهم وبيعرفهم ان هم يرسلوا اشعار رسمي لسكن جين، فخلينا نعدي واللي هتكون المسؤول عن ذلك، ولكن قائدهم بيأمر الفلك بالهجوم، فبتجهز السفن المدافع وبيهجموا عليهم. بيتعصب فريق الصقور وبيهجموا ايضا، وفجأة حد بيوجه هجوم ساحق بيدمر السفن الثلاثة، واللي بتكون عصا سحرية وبترجع لصاحبها. بيتفاجئ القائد من اللي حصل، ازاي ده حصل؟ هجوم واحد دمر السفن الحربية الثلاثة؟ استنى، هي دي مش عصا الدمار؟ لما اتوقع ان هو هيظهر هنا قوته يمكن مقارنتها مع الابطال الخمسة، واللي بيكون مدير الاكاديمية الغامض، ووقتها بيكلمه وبيحذر ان هم لو اصروا على ايقافهم فهتحصل مجزرة. وفي اليوم التاني بتنشر المذيعة الخبر، وبتعرف شعب تايت شي ان غابة العاصمة الملكية تعرض لهجمات من وحوش مجهولة، بالإضافة إن في شخصيات قوية تشبه الأبطال الخمسة، لذا مقر جين فعل الإغلاق الطارئ. بيتفاجئ الشعب من اللي بيحصل وبيشوفوا الخبر، وبيعرف إن هم الأبطال الخمسة اللي بيدمروا المكان وبيقتلوا في البشر، والوحوش المجهولة نفسها شتيت تسعى اللي هزمها الأبطال في السابق، وده بيخلي الشعب متعصب وبيعملوا مظاهرات وبيذهبوا لقصر جين وبيحاولوا يقتحموا القصر، ولكن الحراس بيوقفوهم وبيحاولوا يهدوا الشعب، وبيعرفوا ان مقر جين اكيد هيفسر ده، بالاضافه للحكومه الرسميه اللي متاكد ان هم خانونا، لذا توقفوا عن الشائعات رجاء. بيرد عليهم المتظاهرين وبيقول لهم ابتعدوا من هنا، ده عائله جين تعتذر، الاغلاق مش هيحل الموقف، عائله جين يجب عليها التنحي. بنذهب بعدها لغابة العظام الملكية، ووقتها بيشاهد مدير الأكاديمية الخبر، وبيعرف إن المتظاهرين مجتمعين قدام مقر جين وبيطالبوا بتفسير بشأن الشياطين التسعة والأبطال الخمسة، بالإضافة إن عدد القتلة وصل ل10,000 وحراس الحدود اختفوا أيضا، والفلك ابتدى الذهاب لقمع الشياطين. بيفكر المدير في الأمر، وبعدها بيظهر الشياطين قدامه المحاربة ليه. بيفكر المدير وبيعرف ان لوفان بخير مادام لسه وحوشه بتنفذ الامر، وما كانش في داعي يقلق جدا، لوفان ما كانش في خطر، بل تايت شي اللي في خطر، ولكن اللي يمكن ترك لوفان يستمر في هذا عائلة جين مجرد دمية في الظاهر، وبينطلق بأقصى سرعة. وبيعرفنا ان لوفان لو لفت انتباه الحكام المخفيين بقوته الحالية يكون في خطر، حتى لو كان معاه الكثير من التنانين ده مش كافي ابدا. ووقتها المسؤول جين بيشاهد المتظاهرين من المقر، فبتقول الموظفة ان المتظاهرين في ازدياد، ده غير انها منتشرة على النت بسرعة كبيرة، مع ان التقرير بتشير لتجمع الفلك التلاتة العظيمة، ولكن فيلق قتل الحكام وملك الحرب اتدمروا بالفعل. بيفكر المسؤول جين ولما توقع لوفان يخرج الشياطين التسعة عشان ينتقم، بالإضافة لأن تم هزيمة الأبطال الخمسة والشياطين التسعة. طب ليه لوفان متحكم في جين باي؟ ما هو الأبطال الخمسة خسروا؟ ووقتها السكرتيرة بتكلمه، فبيرد على المسؤول جين وبيقول لها انتبهوا للحراس وخلوهم يتابعوا الحظر بصرامة ويمنعوا المظاهرات بأي طريقة. فبتقول له الموظفة ولكن يا سيد جين ده يسال يستخدم السلطة، بس بيقول المسؤول جين انقطع الاتصال بحاكم تايت شي وفي شكوك في التمرد، ده معناه ان دلوقتي الحاكم هنا، فهمتي؟ بتتوتر البنت من كلامه وبتقوله فهمت، فبيقول لها المسؤول اذهبي اذا. بيفكر بعدها بيقول انها فرصة كويسة، وطالما ان هو يلاقي الابطال الخمسة الجداد ويقتل لوفان فيمكنوا محو الشياطين التسعة والابطال الخمسة، وساعتها يحملوا المسؤولية ويتم اعتبارهم كخونة، ساعتها تايت شي ومقر جين هيكونوا ملكي. في الجانب الآخر بيفقد لوفان السيطرة على التنين الأزرق واللي بيجمع الوحوش بطريقة عشوائية وبيرتقي للمستوى العاشر. بيتعصب وقتها لوفان من أفعاله، بيشعر وقتها أبوه بشيء، وبعدها بيخرج التنين الأزرق قوة ساحقة وبتحول بعدها للتنين المدمر واللي بيرفع قوته ل5 أضعاف، وبيكسب مهارات نهاية العالم الرعدي ونعمة الرعد واللي بيرفع قوته ب5 أضعاف. بيتفاجئ لوفان من تحول أبوه مع إنه في المستوى العاشر فقط، والفريم مصدوم من قوته الساحقة. بيفكر لوفان في الأمر، بس أبوه والشوي هم اللي فعلوا تحويل الشكل في المستوى العاشر، ولكن أبوه فعل شكل واحد فقط، ولكن ده رفع قوته لأضعاف وحصل على مهارات محظورة، وقوته في مستوى قوة مدمر النجوم الستار. بيشوف وقتها مهارة فضل الرعد اللي بيحول كرة الرعد الخاصة بيه لكرة الرعد القرمزية، وده بيرفع من قوته ب50%. بيفكر لوفان وبيفهم من ده إن قوة الرعد هتزيد قوتها مع الوقت، وفجأة بتشعر شوي بشيء وبيشوفوا بعدها قوة ساحقة واللي بيكون عقد العظام المقدس، وجاي متفاجئ ان هو وحش نخبة، بس بيقولها لوفان
لا مشكلة، خلي شاوي وأباو يتولوا الأمر. فبتهجم شاوي بأقصى سرعة، ولكن بيعترضها أباو وبيهجم بزير الرعد، وده هجوم واسع النطاق كان هيسيب كل الأهداف حتى الحلفاء، وده بيخلي الفريق مرعوب جدا ومتفاجئ من رعد القرمزي. بيردوا ليفين وهو بيشاهد بذهول. أيوة ده هو تأثير رعد القرمزي. وهنا بيهجم الكثير من الوحوش العظمية عليه، فبيساعد الهجوم وبيندفع عندهم بسرعة كبيرة منفردا كالعادة، وبيهجم عليهم وبيدمرهم، والفريق مرعوب جدا من قوته. بنشوف بعدها صاعقة متجهة لتشين، ولكن بينقذها لوفان في الوقت المناسب، وبيسأل لو كانت بخير. بيحمل البنت وشها من الخجل وبتقول لم أصاب. والعم هان متفاجئ من أفعال التنين الأزرق، واللي بتفكر إن هو فقد السيطرة على قوته، ولكن بتقولها شياو متهيألي بيحاول يثبت قوته. فبيقولها لوفان إن أباب متهور جدا، وده هيبطأ بحثنا عن المعلومة جوهان. بيحصل وقتها شيء مفاجئ، وبيلاقي إن عظام الوحوش اتجمعت معا. بيفكر وقتها لوفان وهو بيشاهد الموقف بصدمة. هي دي كلها شظايا العائد العظمي المقدس، وهي بتتجمع معا عشان تكون تنين عظمي ضخم. فبينطلق التنين الازرق اللي عنده وبيهجم عليه. بيحذروا وقتها لوفان عشان ما يتهورش، ولكن التنين العظمي بيتفادى الهجوم بسرعه كبيره، وده بيعصب التنين الازرق. بيستغرب وقتها لوفان ان هو طار لداخل غابه العظام. ووقتها بقى لسه تشين بتكلمه عشان يتركها. بيتوتر وقتها لوفان وبيعتذر منها وبيسيبها. بتمسك بعدها الشاوي ابوه عشان ما يتهورش ويندفع اللي عنده. ووقتها جيم بتسأل لوفان عن التنين الضخم اللي ظهر فجأة. هو حتى اكثر رعبا من ضريح التنين الطائر. بيقولها لوفان اكيد زعيم موتى في المكان. بيفكر بعدها لوفان وبيقرر ما يخاطرش بسلامة الآخرين عشان يرضي فضوله، لذا بيتخلى عن مطاردته. وقتها شيوفا بيدفع الدمية الباحثة عشان يعرفوا مكان المعلومة جوهان، وبيتفاجئ لوفان ان هو نفس المكان اللي التنين العظيم متجه اللي عنده. بننتقل بعدها للتنين العظمية، ووقتها بيتعمقوا في الغابة، وفجأة أبوه بيهجم عليهم برعد القرمزي. بيفكر وقتها لوفان هما رايحين فين، وبيشوفوا بعدها مكان بيخليهم مذهولين. فبيفكر لوفان مع نفسه يا ترى أي نوع من القوة بيخليهم مستمرين كده. وبعد فترة بيوصلوا للمكان، ولوفان بيتساءل عن الأسرار الموجودة في الجبل. بيلاحظ وقتها الجماعة الدمى توقفت في الداخل، بالإضافة للتنين العظمية اندمجوا مع بعض. بيكلم لوفان الفريق تراجعوا جميعا، هفتح الطريق. وبيفعل مخلب التنين وبيدمر المكان من قدامه. بيظهر بعدها الكثير من التنين العظمية اللي بتحاصر لوفان والفريق. فبينطلق أبوه والشاوي اللي عندهم، وبتهجم شواب بنار الجحيم وأبوه بهدير الرعد، وبيدمروا فيهم بقوة ساحقة. وفجأة حد بيكلم لوفان يا إنسان توقف. بيتفاجئ لوفان وبيشوف الآخرين عشان يشوف رد فعلهم، ولكن بيلاقي رد فعلهم عادي. ده معناه إن هو بس اللي بيسمعه. بيكلموا الكائن بعدها أيوة أنا بكلمك، أنت فقط المؤهل منهم. بيفكر لوفان وبيشعر ان هو شعور مألوف زي التابوت العملاق اللي شافه في الأراضي الشمالية. معاه صوت انتمي الحاكم قديم. بيكلمه الحاكم هو انت خادم للجثة الملكية ولا الجبل المقدس؟ وهنا بيفكر لوفان يقدم نفسه أولا، ولكن الحاكم هو اللي بيعرف عن نفسه. أنا حاكم العظام الملكية، ولو كنت مرتبط بحاكم الجثة أو الجبل المقدس فغادر بسرعة، هعدها المرة دي، ولكن لو تجرأت على إزعاج نومي تاني مش هسامحك. بيفكر لوفان في الأمر، وبيعرف من ساعة كتير مع تشارلز إن الحكام مش حلفاء، وهو بيخدعه فقط عشان لسه مرجعش قوته. ولكن مع ذلك لا يجب التقليل من قوة حاكم قديم. بيكلمه الحاكم يا فتى أنا صبري محدود، اختار بسرعة. فبيفكر لوفان في الأمر، ولو غادر في المعلومة جوانا هتموت أكيد، لذا ما عنديش حل غير القتال. وبيقول لشاوفا بتحول الوصل الأبدي. بيتفعل شاوفا التحول وبيتفعل الدفاع الأبدي، بالإضافة لمهارة دم التنين اللي بتضاعف كل مهارات التنين وقوته. فبيكلم بعدها لوفان العمة وبيقول إنها ما تغادرش الحاجز في أي ظرف. بتقوله العمة انت ناوي على ايه؟ بيقولها لوفان وهو بيخرج ستار الحاكم على وشك الاستيقاظ، وبيحاول ستار للتنين المجرة. فبيكلموا الحاكم يا فتى هو ده اختيارك؟ بما انك تسعى للموت فهتكونوا جماعة دمى عظمية. بيتجمع بعدها الكثير من العظام وبيكونوا سنساخ العظام الملكي في المستوى 90 صعوبة الكابوس. بيندهش الجماعة من ضخامة التنين، ولكن بيقول لوفان بكل سخرية مجرد استنساخ. وهنا بيهجم التنين عليهم بالعاصفة المدمرة، وبيحاول تنين ستار وأبوه صد الهجوم. وفجأة بيحصل شيء لستار وبتحول للصورة البشرية. بيتعصب وقتها التنين العظمي وبيهجم عليهم بقوة ساحقة. فبيستعد أبوه للهجوم بالرعد القرمزي، وستار بيسحق النجوم والشوي بالكرة النارية، وبيهجموا على التنين العظمي دفعة واحدة. ولكن ده مش بيأثر في التنين العظمي، وبيقول لهم بسخرية هي دي قوتكم حقا؟ مخيب للآمال، كل ده بلا فايدة قدامي. فبيخلي لوفان شاوفا تفعل مئات الزمرد، ولكن ده بلا فايدة على التانيين، وده بيخليه مستغرب انها فشلت. فبيكلموا الحاكم بكل سخرية يا لك من جاهل، في نهاية المطاف يتم الكشف عن كل شيء.
فبيرد عليه لوفان هو على وشك التحول للتنين الذهبي. وهل ده صح؟ كونت مجرد عظام عشان تكون تنين، وفي النهاية اسمك حاكم؟ أكيد ما عندكش جسد ومجرد بقايا روح، صح؟ بيتحول بعدها الشاوي للتنين المدمر ويصطاد لشكل المجرة. بيكلموا بعدها لوفان، بما انك متشوق لجسم التنين اذا خليني اوريك. بيتعصب التنين العظمي وبيكلمه، غرورك في النهاية هيدمرك، هقدم جالك أضحية بالدم. وبيستعد للهجوم عليه بقوة ساحقة، فبيستعد الجميع للهجوم على التنين العظمي. وبيندفع عنده لوفان وهو بيقوله، ولسوء الحظ حتى لو كان عندك جسم تنين ولكنك لا تملك قوة التنين. وبينقض عليه وبيدمر عظام وشه، وده بيعصب الحاكم وبيعيد بناء العظام. بيتفاجئ لوفان من قدرته على إصلاح نفسه وبيحاول يلاقي حل. فبيقول الشاو فيه بتفعيل مجال التنين، وبيتفاجئ بعدها التنين العظمي يتم عزله عن العالم الخارجي. بيكلموا بعدها لوفان وهو بيستعد للهجوم، في مجالي مهاراتك مش مهمة. وبيهجم هو والشاوي بالحمم البركانية ومصممين في الهجوم عليه بقوة ساحقة. ولكن بيضحك التنين العظمي وبيعرفنا ان النار بلا فايدة قدامه، وطالما في عظام في العالم يمكنه بناء جسمه. ولكنه بيقرر يدمر نفسه ويقتل لوفان معاه، وبيفعل عودة الروح للهوية، وده بيخليه يخرج قوة تآكل ساحقة. وبيهجم على التنين الذهبي، ولكن بيفعل تنين زمرد الحاجز وبيصد الهجوم. بيندفع بعدها أبوه التنين الأسود وبيدمروا جسمه. بيفكر وقتها التنين العظمي وهو على وشك الموت، هفتكرك يا فتى انت والتنين، يوما ما هرجع تاني وساعتها هدمرك. وتم هزيمة الحاكم هزيمة ساحقة. بيرتقي بعدها ستار لمستوى 30 وابو لمستوى 11 والشاو فا لمستوى 38 والشاوي لمستوى 40 واخيرا لوفان للمستوى 44. وبيظهر بعدها اللي عنده دمية الباحثة. واخيرا بيلاقوا المعلمة جوهان